بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الأنوار من معبد الزعيم رمسيس الثاني، ومرحب بيكم أهلا وسهلا في عجالة سريعة في شرح بسيط مبسط عن المعبد، وفي تكاية كده جديدة هنقول لحضراتكم. بص حضرتك، بالنسبة لأربع تماثيل، ارتفاع كل تمثال طبعا زي ما انتم عارفين 20 متر، ومصور الملك رمسيس الثاني لابس التاجين، تاج مصر العليا ومصر السفلى، ورداء الملك اللي اسمه النمس، تاج غطاء الرأس النمس، اللي هو في الواقع عبارة عن الكبرى، رأس الكبرى رفع رأسها لفوق علشان حماية الملك الإله واجد عند المصريين القدماء. الأربع تماثيل هنا بارتفاع 20 متر، ولو بصينا فوق هنلاقي منحوت طبعا في الجبل الأصلي كان 22 قرد. طبعا القرود دول كانوا في الأصل 24 قرد بيتعبدوا للمعبود رع. بص حضرتك، بالنسبة للتماثيل اللي قدام المعبد، عندنا تماثيل، أربع تماثيل للملك رمسيس الثاني في شكل صغير، يعني تصور الملك رمسيس بالتاجين، تاج مصر العليا والسفلى، في حجم صغير يعني، وما بينه اللي هو تماثيل حورس، لأنه هو حورس، هو عايز يقول أنا حورس، ماشي، هو رمز حورس، يعني هو ما مصور نفسه هو كان ده أحد تماثيل مكسور، وادي اسمه تحت قوس الماء رع سكة الرع أهو، ماشي. ودي بقايا الحجر اللي هو اتكسر من التمثال ده بتاع رمسيس الثاني. بالنسبة للناحية دي هي الناحية الشمالية، وعشان كده مصورين أعداء الشماليين تحت رجليه. يبقى هنا التكاية إيه بقى؟ أعداؤه تحت رجليه، يعني هنا الأفارقة كده مربطين من رقابيهم، الأعداء الأفارقة، وهنا الأعداء الآسيويين، ماشي. وهنا معبود النيل حابي على شكل رجلين والصدر مترهل، دلالة على فيضان النيل، الفيض، فيضان النيل. طبعا كلكم عارفين طبعا المعبدين سنة 1964 اتقطعوا من مكانهم الأصلي على بعد تقريبا 200 متر من المكان ده، واترفعوا للمكان ده. التماثيل دي كلها، السلام عليكم، كلها بتاعت رمسيس الثاني. طبعا واضع الذراع الأيمن على الذراع الأيسر، الذراع الأيمن على الذراع الأيسر، يعني مصر العليا وعلى مصر السفلى. طبعا هنا بالنسبة لواجد، ماشي، هنا 7، وفي كل مكان تلاقيهم 7 واجد، رافعة راسها وفوق راسها قرص الشمس، تبقى واجد رع، واجد رع، لأن واجد الكبرى هي بنت المعبود رع. هنا أهو جدنا رمسيس الثاني ماسك شعور الأعداء وبيهوي عليهم بدبوس قتاله، وهنا أمون رع بيقول له برافو، خد الخنجر واقطع لي رقابيهم. الحروب بتاعت رمسيس الثاني صورها هنا في الفناء الأولي. يعني هنا عمق المعبد كم متر؟ 65 متر، يعني انت وداخل هنا في 65 متر، يعني الطول من المدخل لقدس الأقداس. إذا كلها دي تماثيل رمسيس الثاني، وتصوروا وهو صباح الخير، تصوروا في الوضع ده اللي هو حاكم مصر العليا والسفلى، وماسك طبعا المنشة والعصاية اللي هو ايه، الحقاء والنخخ باللغة المصرية القديمة، لو عاوز تعرف اسمهم الحقاء والنخخ، عشان خاطر ايه، دي رمز القوة طبعا، وانه هو حاكم الشمال والجنوب. رمسيس هنا هو احد اعدائه، وهيقطع دراعه. ارفع راسه فوق، انت مصري، ماشي. متسيدين العالم في
عصر الرعامسة، في عصر رمسيس الثاني اهو. رمسيس في العجلة الحربية بتاعته، والاسد كانوا بيصطحبوا الاسودة معاهم. بص الاسد اهو، علشان خاطر طبعا ايه في المعركة يلتهم ايادي الاعداء. كانوا ياخدوا اولادهم معاهم في القتال على فكرة، يعني مش كانوا يرحرحوهم يخلوهم في البيت، لا كان ياخدوا ابنائهم. هنا رمسيس الثاني، وقدام امون رع، ماشي. وهو نفسه مكان ايه؟ مكان خنسو وادي موت، يبقى امون رع. والملك رمسيس يصور نفسه مكان خنسو. يعني هنا رمسيس الثاني كملك بيتعبد الى ايه؟ رمسيس الثاني كاله. لا اله الا الله محمد رسول الله. بص حضراتكم، بالنسبه في غرف جانبيه كان يستخدم مخازن لتخزين كل حاجه وتقدمه القرابين، ماشي. يبقى المعبد ده في الاصل زي ما احنا حكينا قبل كده مرارا وتكرارا انه كان منحوت في الصخر، ماشي. دي احدى الغرف الجانبيه. فكان يحطوا القرابين هنا على المائده دي، وهنا المائده دي، يعني كل معبود قدامه القربان بتاعه. فهنا رمسيس الثاني بيتعبد لرمسيس الثاني، يبقى رمسيس الثاني كملك ويعبد رمسيس الثاني كإله. طبعا هنا رمسيس الثاني عبد نفسه، صور لنا نفسه وهو بيتعبد لنفسه. وهنا بيقدم قربان لراح حورختي، حورس الأفقي. فدي كانت حجرة، فكان الزوار بصوا كده على سبيل المثال دي مائدة للقرابين. يعني عندنا عيش اهو، وعندنا لحمة وقرع عسلي، كان توضع هنا قدام خنسو توت. خنسو توت المتحد مع توت. فكلها ديت مناظر دلالة على انه الملك بيقدم قربان. وبص هنا العيش، عارفين العيش عندنا انواع كان في العصر الفرعوني. ادي طبقات العيش اهو، الخبز بتاعنا كان ينحط هنا. فقدام كل معبود من الآلهة دي العيش والقربان. يعني هنا راس أضحية، بص كده راس أضحية وفخدة لحمة، ماشي. وادي العيش المدور اهو، عيش الشمس بتاعنا. وادي العيش الحلو كان يحلوه الفراعنة، يحطوا له بص هنا امون رع، بيحطوا له عسل اسود. كان امون رع وموت وخنسو، ده الثالوث بتاع مين؟ بتاع الاقصر، لانه كان في ايامه هو ملك البلاد. كانت الاقصر العاصمه، كانت واسط طائبه الارض المقدسه، كانت هي عاصمه البلاد. ودي احدى الغرف الجانبيه. لسه فاضل بعض الالوان، وزي ما حكينا اهو رمسيس بيعبد رمسيس. ادي رمسيس بيقدم قربان لرمسيس. رمسيس كملك ورمسيس كإله. He as a god. He himself, Ramses II, he worshipped himself as a god. He offered the offering. Yeah, he offered the offering to see. Welcome. Look. فكلها ديت حضراتكم مناظر تقديمات. يعني انت لو ما جيتش هنا ودخلت هنا امون رع شكل انسان وراس كبش وقرص الشمس. وادي رمسيس بيقدم له ايه؟ بيقدم له اسمه وبيقسم بالعداله. هو اسمه اوسر معت رع. ادي نب معت يعني كل العداله. بيقسم يعني رافع ايده لفوق، بيقسم قسم الولاء بكل العدالة لآمون رع. يبقى هنا عندنا الألوان لسه باقية أهو كلها ديت. طبعا مجهود جبار اتعمل علشان
إنقاذ معبد أبو سمبل. التكلفة كانت حوالي 36 مليون دولار. 36 مليون دولار كانت مساهمة من اليونسكو وأمريكا ومصر، لأنه ده حضارة للعالم كله. المعبد ده حضارة العالم كله. بص حضرتك، هنا هو رمسيس، وهنا آمون رع كاموت اف، الإله اللي هو إيه؟ إله الخصوبة. ماشي، أدي رمسيس هنا لابس الرداء الكامل، رداء الاحتفالات اليوبيلي أهو. بص اللبس اللي لابسه أهو، الرداء بتاعه. وهنا بيتعبد لرع آمون رع كاموت اف، إله الخصوبة. وهنا رمسيس واضع نفسه كإله، وهنا حتحور. ماشي، لا للأسف دي إيزيس، سوري، ده إيزيس واسمه فوق أهو، إيس اتولد. ماشي، يجي آمون رع كاموت اف ورمسيس أهو، وآدي إيزيس، وآدي هنا رمسيس. قلنا مرارا وتكرارا. بص حضرتك، آمون رع اهو برشتين فوق راسه، بيدي العنخ. العنخ في الأنف. طب بص حضرتك، الأنف. طب ليه؟ عشان العنخ دي رمز الحياة الأبدية. يبقى كده التماثيل لما يكسروا أنوفها الأعداء يبقى إيه؟ مش هياخد اللونج لايف، مش هياخد اللونج لايف، الحياة الأبدية. بص فوق كده، ده مكان عقب الباب، يعني هنا كان في باب. كل مرحلة من المراحل كان بتقفل بباب. هنا مكان المقدس، قدس الأقداس. راح هورختي ورمسيس وآمون رع وبتاح. راح هورختي حورس الأفق، ورمسيس كمعبود كإله، وآمون رع وآمون رع كإله، وبتاح إله الظل والظلام، إله الفنون. يبقى شروق الشمس كان طبعا في العصر الفرعوني 21 ديسمبر. الشمس وقت ما بتشرق بتدخل الأول تمر على رحر أختي، وبعدين رمسيس، وبعدين آمون رع، وفي الآخر بتاح. يعني تدخل يوم 21 ديسمبر 21 فبراير كل عام، و21 أكتوبر. يبقى 21 فبراير تتحد مع حورس تبقى رحر أختي، 21 أكتوبر تتحد مع آمون تبقى آمون رع. لكن موضوع عيد الحصاد وعيد تتويج الملك على العرش ده طبعا لا أساس له من الصحة. في رأيي الشخصي جمال سعد، أنا بقول لحضراتكم هو اتحاد. رع بيدخل على سبيل المثال يوم 21 فبراير يتحد مع حورس يبقى رع حورختي، ورع بيدخل 21 أكتوبر يتحد مع آمون يبقى آمون رع. هنا البوشن أهو اللي هو المعبودة نخبت من أبو سمبل، أبو السنابل. سمبل طبعا سنبلة القمح والبلزوني. والناس لما جم لقيوا الماء اللي هو المكان الجبل على شكل ايه؟ سنابل القمح، فاطلقوا عليه ابو سمبل. انا مسميه ابو السنابل بقى، لانه المعبدين على شكل سنبله القمح، سنابل القمح. يبقى نقول ارفع راسك فوق، انت مصري، وانتصاراتنا العسكريه على اعدائنا. بص يا حبيبي، احنا احسن ناس ننظم الجيوش. الرسمه دي ليها 3300 سنه. احنا احسن ناس في القتال، في الحرب، ايسر ناس في الحرب. بص القتال يا حبيبي اهو، المعركه الحربيه، المعركه العسكريه اهو رابطين الاعداء، ايديهم مفلوته من غير ربط اهو. وهنا ايه يعني؟ خد فكره بقى، لما نيجي نضرب العدو احنا بيكون ايديه مفلوته. يعني ايه؟ دافع عن نفسك، يلا دافع عن نفسك. نقطع رقبته يكون ايده مفروده، ما يقدرش يدافع عن نفسه.
انعاقبوا اهو مفيش ربط، يعني توضح انه مفيش ربط، الاسير ما كناش نربطوه لا، لكن لما نقدموه هديه بقى نجرجروه ونقدموه هديه لامون رع كان يتربط مربوط ويجر جر ايه، جر ايه البهايم يعني لا مؤاخذة. وادي رمسيس الثاني، وادي هنا طبعا ابنائه رجال البلاط ورجال الجيش والكاهن الاعظم بيقولوا له المعركة خلاص انتهت وانتصرنا على اعدائنا. وهناك بص كده هو بيعمل سمايتنج بقى، رابط شعور الاعداء، وراح اختي ماسك الخنجر بيقول له اقطع لي رقبيهم. معلش طولت عليكم، متعكم الله بالصحة والعافية. انا قصدت كده عشان خاطر اي حد يكون ما دخلش المعبد يكون خد فكرة عن المعبد. متعكم الله بالصحة والعافية، والى لقاء اخر ان شاء الله.